السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أثار الفنان محمد رمضان موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مهرجان كوتشيلا العالمي بولاية كاليفورنيا، متديا زيا وصفه البعض بأنه يشبه بدلة رقص نسائية. هذه الإطلالة أثارت تباينا في ردود الأفعال بين متنتقدين وساخرين، حيث اعتبر البعض أن رمضان اعتاد إثارة الجدل بأسلوبه الجريء. مهرجان كوتشيلا الذي يعد من أبرز المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية يقام سنويا ويستضيف نخبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء العالم. مشاركة رمضان كأول فنان مصري في هذا الحدث الكبير كانت لافتة رغم الانتقادات التي طالت إطلالته. على صعيد آخر، أصدر رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان هتجيلي، والتي أثارت جدلا إضافيا بسبب البوستر الخاص بها، حيث اتهم بالإساءة للفنانة ياسمين صبري. البوستر الذي شاركه رمضان عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه برسم كرتوني معدل بالذكاء الاصطناعي لشخصية ناصر الدسوقي التي جسدها في مسلسل الأسطورة التي جمعه بياسمين صبري قبل سنوات.